السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جميع المتتبعين الأوفياء. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. تبعوا الفيديو حتى الاخير، كتمسوا لي لايك والتعليق ديالكم الزوينه. خلوا لي التعليق ولي لايك ديالكم، الله يجازيكم بخير. وتبعوا الفيديو حتى الاخير، راه كاين شي وحدين كيتلغى الاشتراك ديالهم حيت ما كيتفرجوش في الفيديو، كيديروا لايك ويخلوا تعليق وكيتلغى الاشتراك ديالهم. الله يجازيكم بخير ويحميكم الوالدين. تبعدوا على الفيديو حتى الاخير وديروا تعليق وخلوا لايك. كتمسوا لي لايك. هنا جيت نحضر معكم القرص. كما كتعرفوا القرص المغربي انا ضفنا شويه ديال النافع، واحد الكميه ديال الفورس، قولوا واحد الكيلو ديال الفورس، شويه ديال النافع، سنيده، واحد الزلافه صغيره مع مرش ديال سنيده، جوج بيضات كاملين وابيض بيضه واصفر كنخلوه الدهن. عندنا شاشيه ديال الخميره هاد الحلوه، جوج ديال الفانيات، وعندنا واحد الكميه ديال الخميره ديال العجينه كما كتشوفوا معنا. وغنزيدوا واحد نص زلافه ديال الزيت والحليب باش كنخلطوا الخليط ديالنا. هانتوما تبعوا الفيديو حتى الاخير، نتمنى يعجبكم ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. هنايا كنديروا القريصه ديال الملح كما شفتوا معايا. هنا راه غنجمع العجينه ونرجع معكم كما كتشوفوا، حيت راكو عارفين يد وحده ما كتساعدش في التصوير. تصوري وانتي كتعجني كما كتشوفوا. نجمع العجينه، نعجن العجينه ديالي ونرجع معكم. هنا غنضيف الحليب كما كتشوفوا معايا. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكاع اللي كيتفرج فيا كنقول لك ما تنسانيش من لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتلم على الاخلاق ديالكم. جزاكم الله خيرا. اللي تفرج في الفيديو يدير لايك وخلي تعليق زوين. هنا كما كتشوفوا واحد نص زلافه ديال الزيت المائده، هنايا كنضيفوها حتى هي. غنجمعوا هاد العجينه نعجنوها مزيان ونخلوها تخمر كما كتشوفوا. نتمنى الفيديو يعجبكم. هنا من بعد ما عجنا العجينه ديالنا، ها هي درناها في هنايا تخمر في هاد البول. هنايا نديرو عليها بلاستيكه ونخلوها تخمر مزيان. هي من بعد ما خمرات تشوفوا الكميه ديالها، الحجم ديالها قداش ولا. هنا عندنا المقلات اللي دهناهم اللي غنديرو فيهم. هنا حنا كرسنا الخبيزات ديالنا كريصات حطيناهم فيهم، من بعد نخلوهم يخمروا، عاد ندهنوهم بالبيض ونرشوهم بالجنجلان. كما كتعرفوا كيجي الجنجلان الفوق انهم زوين بزاف. والله الا الكريسات كنتمنى تجربوهم، كيجوا رائعين ما شاء الله، وكيجوا غزالين رطبين والمذاق ديالهم زوين. نتمنى يعجبوكم. هنا بعد ما قرصناهم كنضربوا عليهم شويه باش ما كيجوش منفوخين طالعين بزاف. هنا راه هما دهنتهم بالبيض ورشيت عليهم شويه ديال الجنجلان كما كتشوفوا. غندخلهم للفران يطيبوا. كيجي اللون ديالهم زوين زوين بزاف. كنقبطوا بيضه كنخلط معها شويه د الحليب وكندهنوهم بها. هنا نتوما كما كتشوفوا هما في قلب الفران كيطيبوا، قربوا يطيبوا. شوفوا كي كيجوا رائعين. هانتوما كما شفتوا معايا هما كيجاو، شتو جاو غزالين وكيجوا رطبين هشاشين وماشي هما فيه المقادير ديالهم كتواجد في كل بيت، ماشي شي حاجه اللي ما كايناش. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم لوليداتكم. دابا كتعرفوا في هاد الشتا الدراري المساكن كيبغيو ياكلوا، كيكون فيهم بحال هكا كاسكروت، كيبغوا في الفطور، كيبغوا شي هكا مع البرد، راكم عارفين. نتمنى تجربوهم ديروهم وليداتكم. شفتوا هما من بعد ما استفدتوا معكم في التبسيط كيجوا كيحمقوا. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، تدخل عليكم الصحه والسلامه. ما تنسونيش من انا كنتوما كما كتشوفوا كتبركوا عليهم كيعاودوا يرجعوا، واخا كتبركوا عليهم كيجوا زوينين. وكيجي الواحد اللوين فيهم زوين موحد، وكيجي المذاق ديال النافع والجنجلان فيهم زوين. نتوما كما كتشوفوا راه زعما كاينه اللي باغي يحضرهم ويديرهم في المجمد يبقى عاود يبداو يسخن هكا، راه كيقدروا يبقاو حتى الا درتيهم في شي سوبيره وسديتي عليهم على برا يقدروا يبقاو لك حتى
5 ايام ولا 4 ايام كيبقاو رطبين كيما هما، لكن سدي عليهم شي حاجه باش ما يضربهم البرد. شفتو كي كيجو. نتمنى يعجبوكم ونكون عند حصه خفيفه وظريفه على قلوبكم، وتدعموني نزيد القدام، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع اللي عنده شي عائله ولا شي صحابي. بارطاجي لهم هذا الفيديو وتزيدوا تدعموني. اختكم يوميات امينه الصحراويه، دعموها وتزيدوها القدام. الله يجزيكم بخير، وشكرا لكم، واستودعكم الله، لا تضيعوا.